مسلما اليوم في أوروبا ليس أمرا بسيطا، إذ عليك أن تتحمل تبعات كل ما يمارس من إرهاب وتخلف وتسلط في الرأي باسم الإسلام، وأن تثبت في كل لحظة أنك لست قاتلا ولا مجرما، وأن تتحمل تكلس النخب الإسلامية وغيرها في إيجاد سبل وحلول يمكنها أن تجعل من المسلم كغيره من مكونات المجتمعات الأوروبية يتحدد بمواطنته وليس بدينه، لأن كلمة مسلم اليوم أصبحت أمرا مخيفا. لهذا يجب أولا أن نتفق على أن أوروبا هي في عز أزماتها الخطيرة تاريخيا، والشبيهة بتلك التي سبقت الحرب العالمية الثانية، والتي كان من نتائجها الخطيرة الهولوكوست المقيت. الأزمات تولد أمراضا اجتماعية متعددة تصعب أحيانا السيطرة عليها، وتعيد إلى الواجهة بعض الأمراض الاجتماعية القديمة التي كنا نتصور في لحظة من اللحظات أنها انتهت، كالعرقية والعنصرية ومعاداة السامية والنظر إلى الأجنبي نظرة الريبة بوصفه سارقا لمناصب عمل السكان الأصليين، والخوف من ثقافة الآخر التي لن تكون إلا قاتلة للعناصر الثقافية المحلية كما يتصور، واستيقاظ أمراض كالهويات لدرجة أن يتساءل المرء أين كانت هذه الضغائن كلها متخفية، وهل يمكن أن يكون الإنسان بكل هذه الوحشية تجاه أناس اضطرت سبل الحياة القاسية أجدادهم من العرب والآسيويين والأفارقة المسلمين وغيرهم إلى القدوم نحو إلدورادو أوروبي سرعان ما تكشف للأجيال المتعاقبة التي ولدت في أوروبا وحملت جنسياتها أنه ليس كما تخيلوه وحلموا به. بكل تأكيد إن ما يحدث اليوم في أوروبا هو بالضرورة وجه واحد من أوجه الأزمة المتعددة الجوانب. المسلمون ليسوا بخير في أوروبا مهما كانت ظروف العيش أفضل، إذ تتوفر لديهم اليوم الكثير من الحقوق الأساسية غير تلك الموجودة في بلدان أجدادهم الأصلية. إلى وقت قريب كان الاعتقاد بأن تجديد الإسلام لن يتأتى إلا على أيدي هذه النخب المسلمة التي ولدت وكبرت وتعلمت بشكل عقلاني من وراء البحار، لأنها في عمق فكر متحرر من سلسلة القيود المفروضة في البلدان الأصلية، فهم يعيشون في بلدان متقدمة في ظل ديمقراطية تتيح لهم بالوسائل المتطورة والعلمية التي تملكها فرصة العمل الجاد والمتخصص. من مزايا هذه النخب الجديدة أنها مجردة من المسبقات كما يفترض على الأقل، وتملك عينا جديدة على الدين الذي يشكل جزءا من عمقها الذاتي والروحي، وأخرى على الحداثة والديمقراطية والمواطنة التي تعيش في مكاسبها، مما يجبرها على خلق توازنات داخلية تمنحها فرصة أن تكون في صلب دينها الإسلامي وفي الوقت نفسه مجددة. لكن للأسف لا شيء من هذا حدث. لقد ظلت هذه النخب مجرد مشروع قيد التكوين في غياب دياسبورا مسلمة رمزية قوية وقادرة على الفعل الثقافي، فالغالبية الكبيرة من المهاجرين المسلمين الأوائل هم عمال أو أبناء عمال ومن شعوب وقوميات مختلفة، قليلها المندمج والناجح منضوي تحت خطابات الهيمنة، وبالتالي فهو عاجز عن إعطاء ديناميكية جديدة وحقيقية لأفكاره. تحتاج هذه النخب إلى الكثير من التفكير والتبصر في حل حقيقي لما يعترضها من صعوبات من أجل حسم التناقض وخلق توليف ممكن وجاد بين القناعات الدينية التي عليها أن تخرج من نظرتها الازدواجية والضيقة، والعلمانية بوصفها خيارات أوروبية متأتية من تجربة مريرة مع الكنيسة التي دمرت كل تفكير في القرون الوسطى. بدون هذا التوليف العقلاني والمنتج ستحدث إن آجلا أو عاجلا اختلالات تعمق الشقة بين الإيمان بوصفه حالة تهم الفرد بالدرجة الأولى والفعل الاجتماعي الذي حرر المبادرات الحية عبر التاريخ الأوروبي، وهو ما أدى في النهاية إلى تمزق وتوزع هذه النخب في أوروبا ومنعها من التكون الفعلي والعمل على تجديد الإسلام من خلال معاشها في أوروبا. ظلت رهينة إسلام الجهة الممولة أكثر من انتسابها إلى المجتمع الأوروبي الذي ولدت وكبرت فيه وتثقفت وتعلمت.
النخبة الإسلامية الموجودة حاليا في فرنسا مثلا ضعيفة سياسيا وثقافيا، ولا تحمل أي استراتيجية للخروج من حالة التشتت، مع أنه عليها أن تحل الإشكال المركزي الذي يرهقها، أن تعيش قناعاتها الإسلامية براحة وروحية، وتساهم بقوة في تفعيل الحداثة والفعل التنويري العالمي، أي أن لا تظل على هامش العصر بحجة الإقصاء. المطالبة بالحقوق تعني بالضرورة انتساب المسلم الأوروبي كليا إلى أرض منحته الكثير، بدون أن يعني ذلك تنصله عن جزء من ثقافته وتاريخه وتاريخ أجداده. وسيني العرش، ميدي 1، إلى اللقاء في الأسبوع القادم.